يا عم ما تقولش سوحتني، انا مالي. فين ال 45 يوم؟ اتصل بصاحبه وقال له عايز اعمل اقامه حره. صاحبه عمل فيها ابو عرام وخدوا الواحد في الشارع يعمل له الاقامه. ايه اللي حصل؟ تيجوا نشوف. يلا بينا نشوف. انت عايز ايه يعني دلوقتي؟ عشان انت من ساعه ما جيت الدوله وانت عارفني عامل لي حيل هنا. عايز ايه؟ انا عايز اقامه حر. ماشي، عايز اقامه حره اعمل لك اقامه حره، ما تقرفنيش بقى. بس اسمع، ما تنصبش عليا. محدش يعرف ينصب علينا، انا معاك، الكلام معايا خلصان، محدش يقدر ينصب. هوديك عند عم دنجل بتاع الاقامات. يلا بينا. لك ايه، احنا داخلين على دنجل دلوقتي اللي هيعمل لك الاقامه. الطريقه اللي انا هكلمه بيها لازم اتعامل مع ده كده عشان ما يعملش علينا فيلم، عشان ده بتاع حكايات. يلا بينا. يعني هو ده دنجل؟ هو ده دنجل. ربنا يستر. يلا بينا. اخويا دنجل. وقت ايه الاخبار؟ عامل ايه يا محترم؟ لا تشرفنا يا غالي. اخونا دنجل ده اخويا كده اللي هيعمل لك الاقامه. حبيبي الحته اللي شرفني، اتفضل يا رجاله. ايه الاخبار؟ عامل ايه يا معلم؟ خير والله، كلمتني كده عايز الموضوع مهم. والله عايزك في قصه جامده، والراجل ده يخصني قوي يا دنجل، وعايزين نعمل له اقامه حره. يا عم واللي يخصك يخصني، وتكرم علشان خاطر حلوات. حبيبي بص يا معلم، الراجل ده من الاخر كده عايزين نخلص له ليلته كلها في 10 ايام. يا عم ما تصغرناش، واقل من 10 ايام كمان، بس ايدك على الفلوس. هنا احلى فلوس، احنا في ما بيننا فلوس، ما تصغرناش يا عم. انا شفت يا منك عم حاجه. 10 خلصان. ايام وتسلمني الكارت. كارت ايه يا بقى؟ عم الكارت يا عم. يابا كارت ايه بس؟ يا عم الاي زي ده ولا اسمه ايه ده؟ يا عم اسمه الاي دي يا عم، انت جاي ومش عارف انت هتعمل ايه. هو ده دنجل، ما تقلقش، ما صغرناش يا عم بقى يا عم. يا عم اقل من خلاص. انا 10. الليله دي بكام؟ 9000 كده درهم. معايا. لا كتير كتير. خلي بالك انا عامل معاك الواجب وانت عارف بالكلام ده. طب خلي بالك يا دنجل، 10 ايام ما استلمتش الاقامه يبقى في حكايه معاك. عشان يا عم ما تصغرناش، قلت لك قبل 10 ايام. خد يابا دول اهم لابس عليك 2000 دولار، خليهم معاك تخلص لي الموضوع وتسلمني بعد 10 ايام للراجل ده. يا عم خلصان. خلصانه يابا. خلصانه يا معلم دنجل. حبيبي يابا. حبيبي 10 ايام وهستلم منك. ولا عليك. خلصانه يابا. انت عمال ترن عليا ليه يا اسلام؟ عرفتني. الله يخرب بيتك، توحتني. بعت يا عم ما تقولش سوحتني، انا مالي. فين ال 45 يوم؟ انا خالفت في الدوله. عرض عمل 45 هو ده عرض عمل ولا عرض ايه ده؟ طب انا دلوقتي برن على دنجل ما بيردش انا عليا مالي بقاله مال يومين. دول جابك انت. يا عم اعمله الله ما تخش يخرب ورايا بيتك، يا عم. توحتني وخليفني خالف. انا ما عادش عارف اعمل ايه. يا عم انا مالي. انا ضيعت. انت تعمل اقامه حره واديتك للراجل، انا ماليش فيه يا عم. ضيعتني يا عم بلا ضيعتك بلا زفت يا عم، انا مالي. احنا عملنا الفيديو ده ليه؟ كل شويه حد يكلمني يقول لي انا منصوب عليا في اقامه حره. انا مش عارف مين وداني وخدني عملنا اقامه حره. انا يا جدعان ما بشتغلش في الاقامات الحره وبكرهها. اولا الاقامات الحره غير قانونيه. تاني حاجه لله، لما تيجي تعمل اقامه حره لو انت خلاص هبت معاك لازم يكون الكلام مع شركه. ما تقابلوش حد في الشارع، وما تقابلوش ناس ما لهمش مكاتب، وما تقابلوش ناس على قهاوي. وده الملخص من الموضوع عشان ما يتصبش عليك، واللي جايبك هيقول لك ماليش فيه. ربنا يوفق الجميع ويصلح حالنا وحالكم، وخلي بالكم من نصابين الاقامات الحره. سلام عليكم.